البيص لين صبابه صل يخلص بيرقونه، هو الاستاذ مسؤول عنه. زين ابو راشد، احنا بنسوي حلقه كامله عن من اساس من البيص لين يكمل اللنج. بس سؤال شي على السريع، الوقت يداهمنا. تفضل. طبعا المسامير لها اسامي كثيره والناس ما تعرفها. صح، نعم. إيه؟ الله يسلمك. المسامير اولهم الشاويه. نعم. الشاويه طولها يمكن في بعض اللنجات الكبار يمكن متر، اقل من متر. نعم. في ذاك الزمان مسمار عود، هو الشاويه عباره عن مسمار عود يندق في البيص. نعم. وفي الاميال. نعم. يمرق من العطفه ويثنونه. عقب حل مكان الشاويه نت بلط. لا فلس مربع ينحفر له في البيص تحت، ومن داخل نت بلط يتيتون عليه بنت بلط. وعندك مسمار اليسد، وعندك المسمار اللنقوتي، وعندك المسمار الولايتي، عندك مسمار الموشر. نعم. يسمونه مسمار الموشر. عندك مسمار الزنوبه اللي يستعملونه حق السطحه، زنوبه صغير. عندك الشوكي الصغير. اكثر من 10. اي، وهذه كلها ما عدا الشوكي الشوكي اللي يقولون اسمه شوكي صغير، هاي ما يستعملونه. هذه المسامير اللي عديت لك كلها في بدن السفينه. نعم. اللي في الشلمان، واللي في العطفه، واللي في الاميال، واللي في روس التواشير، واللي في الرقعه، واللي في الاسواره. هاي المسامير. سؤال. تفضل. الحين المسمار اذا قص وصار مثل اللنج شعر قديم وجيت تدق مكانه، انت مره انا اذكر ذكرت لي اسم وما يركب المسمار، شو يسوون في هالطريقه؟ شنو هذه يسوون دركال، يسمونه دركال. يدق القلاف ويعرف من صوته اذا قاص او مو بقاص. يروح يجلعه بمفراس. المسمار القاص يجلعه بمفراس، بس ما يجدح مكان المسمار القديم. ايوه. يروح يسكه ويجدح من فوق ويسوي له قبار جديد او قبار اوسع يسوي له، لانه جلع مسمار. فالمره القادمه لما يدق مسمار يدق اكبر شويه، يدق اكبر شويه. فلا بد من قبار، في منقر اسمه منقر قبار نص دائره يدقه ويحفر بالحطب. شوف شلون؟ هني هذه طريقه استبدال المسمار القاص. ويدور واحد داخل يدق المسمار القلاف من برع، يدور واحد يسند له، يقول له سند. يتم يدق بمفرزه، يدق لين يصكك اللوح مع الشلمان. عقب يقول له سند، البراع يسند، يروح هذاك يثني المسمار على الشلمان. مشكور يا ابو راشد، عسى عمرك طويل، ومشكور على الله يسلمك يا ابو راشد. حاضرين لك يا ابو راشد. تسلم. هلا ابوي، حياك الله.